الظروف التي يعيشها شعبنا في الشهباء ونتيجة الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية المتضمنة بالمصالح الدولية التي كانت سببا رئيسيا في نزوح الأهالي عفرين إلى الشهباء التي تعرضت نتيجة الحروب إلى انعدام سبل العيش وانهيار البنى التحتية. ورغم ذلك ومع مأساة والمعاناة الصعبة وإصرارا منا على المقاومة والصمود من أجل تحرير عفرين والشهباء والعودة إلى مناطقنا بموجب ما هو متداول في قانون الدولي السوري وأن يكون حوار سوريا، ما زالت حكومة دمشق تهدف من خلال حصارها المفروض والجائر إلى تجويع الشعب وإجبارهم على الهجرة مرة أخرى. فمنذ ما يقارب أكثر من 5 سنوات يتعرض شعبنا من نازحي عفرين والشهباء والسكان الأصليين إلى انعدام سبل العيش، وذلك بسبب فرض حكومة دمشق حصارا مع تجدد الاتفاقات السياسية والمخططة بين حكومة دمشق وروسيا ودولة الاحتلال التركي. يشتد الحصار وتزداد الضغوطات على الأهالي، حيث يمنع النظام السوري دخول المواد الأساسية من مادة محروقات والأدوية والمواد الغذائية بشكل تام، في ظل تعرض المنطقة لقصف مستمر من قبل دولة الاحتلال التركي ومن حصار الخانق الذي وصل إلى حد الكارثة الإنسانية. ونتيجة فقدان المحروقات عن الإدارة المحلية والبيئة قمنا بتقنين مولدات كهرباء ومناهل المياه وإيقاف جميع آليات الخدمية. وإن استمر تجديد الحصار على المقاطعة شهباء سيتم إيقاف كافة خدمات عن الشعب من الكهرباء والمياه وأفران ومشافي ومدارس. إننا في هيئة الإدارة المحلية والبيئة لمقاطعة عفرين والشهباء ندين ونستنكر تقرب حكومة دمشق الضيق وإصرارها على تجديد الحصار على المدنيين، ونوجه نداءنا إلى المنظمات الدولية للقيام بالتدخل الإنساني العاجل وفتح معابر وقيام بواجباتهم اتجاه الشعب والمنطقة والضغط على حكومة دمشق لفك الحصار المفروض على المنطقة. حكومت شامی و همو هیزن نتاوی و دموکراتی بخوان خباتا جگو دیتنا چارەسەریە که کو آلوزی سوریه بداوی بکه و هفپیوی سوری به. حکومت شامی به دورپیچا وی فرض کری آرمان دکه کو گل برچی بکه و جارا کدن اجباری کوچبر کرنه بکه. نزدیکی 5 سالانه کو گل ما دناف دا کوچبرین عفرین و شهبای و خلکین خواجهی جبر دورپیچ کرنا جالی حکومت شامی و راستی کمبونا دبارا جیانی هاتنه. جبر کفتن سیاسی و پلانکری ین دنابر حکومت شامی روسیا و دولت ترک آداگر کرده. دورپیچ گرانتر دبه و فشار لسر خلقی زیده دبه. جبر کو رژیم سوریه ریل بر کتن آمادهین بنگهین به تواهی جسوتمنی درمان و مادهین خارنه دگره. هرم راستی بمباران بردوام جالی دولت ترک آداگر کرده تابی دورپیچا خانقاندی یا کو بهشتیه آستا فلکت کمروی. جبر نبونا سوتمنیه لگر رهبری هرمی و اکولوژی ما ساعات جنراتور الکتریکی و بیر آبی کم کرن و همو مکانیزمای خدمتگزاری هاتن رو استاندن. و اگر دورپیش لسر هرم شهبای بردوام بکه و همو خدمتگزاری لسر گل جا الکتریک آب فرن نخوشخانه و دبستان ورن رو استاندن. اما وقت دسته رهبری هرمی و اکولوژی کانتون عفرین و شهبای نزدیکاتی تنگ حکومت شامی و اصرار اوی یا لسر زیده کرنا دورپیچه لسر سویلان شرمزار دکن و ام بانگ لریخستن ناف دولتی دکن و دستوردان مروی یا بلاز و فکرنا دربزگهان و ارکن خواین لهمبر گل و هرمی پیک بینن و سخته لسر حکومت شامی بکن و دورپیچه لسر هرمی راکه.